في جرائم كتير ممكن نسمع عنها ونقول منطقية، أو على الأقل نقدر نلاقي مبرر وراها، لكن جريمة حصلت بعد شهرين بس من الفرح. تخيل، لسه الناس بتوزع شربات، أو لسه الذهب في ايدين العروسة بتتباهى بيه قدام جيرانها، ولسه شريط الفرح ما جاش من عند بتاع الكاميرا، وفجأة تلاقي جوز لسه عريس من شهرين مقتول ومرمي قدام العمارة اللي هو ساكن فيها. القصة دي حصلت سنة 2019 في منطقة هادية اسمها الطبالين دي في القليوبية. بداية الكارثة كان يوم عادي في يونيو 2019. الناس رايحة شغلها بدري، وأطفال رايحة المدرسة. في وسط الزحمة دي عيون الناس وقعت على مشهد غريب. راجل مرمي على جنب الطريق، شكله يقول ان هو نايم او مغمى عليه، ولكن الناس اتجمعت حواليه، ولما قربوا منه وفجأة اتصدموا، لقيوا الراجل غرقان في بركة حمراء، وطعنة ورا طعنة. هما بيقلبوه اكتشفوا ان دي مش غيبوبة، ده الراجل ده ميت فعلا. واحد من الناس دي طلع تليفونه واتصل بالشرطة، وجت عربية الإسعاف كمان، ونقلوا الجثة على المشرحة. وبعد ساعات قليلة الطب الشرعي أكد الحقيقة، الراجل ده مات نتيجة 11 طعنة نافذة في الصدر والبطن والظهر كمان. طب مين الضحية دي أصلا؟ الشرطة بدأت تبحث في هوية الراجل ده. اتضح إنه اسمه محمد سعيد، ده عمره في الثلاثينات، شغال نجار، ومعروف وسط المنطقة وأهله إنه جدع وطيب وما بيحبش المشاكل ودايما في حاله. المفاجأة الأكبر إن محمد ساكن في نفس العمارة اللي اتقتل جنبها. أهله أول ما عرفوا انهاروا، كانوا سايبينه في شقته فوق مع مراته، فجأة يلاقوه مقتول تحت البيت. دي حاجة غريبة. طبيعي الشرطة تبدأ مع أقرب الناس، مراته اللي هي اسمها آية عاشور. أول ما سألوها انهارت في البكا وقالت أنا إزاي هعيش من غيره، إحنا لسه متجوزين من شهرين. الشرطة حاولوا يهدوها وسألوها بتشك في حد، قالت لهم أيوة، أكيد واحد من صحابه، هو نزل الفجر يقابل واحد منهم ومن ساعتها مرجعش. لكن كلامها ما دخلش دماغ الضباط. ليه؟ لأن كل أصحاب محمد معروفين إنهم ناس محترمين، ومحدش فيهم ليه عداوة ما بينهم أو بين محمد. تعال ندخل على لغز البطانية. المباحث قررت تفتش شقة محمد وآية. كل حاجة كانت طبيعية لحد ما دخلوا أوضة النوم، وهنا لقيوا على السرير بطانية تقيلة، وكانوا في عز الصيف. شهر 5 ده في أول الصيف والجو بيكون مولع نار. الضابط استغرب، ايه اللي جاب البطانية دي في الوقت ده؟ هل بيضغطوا بيها في الأيام دي؟ فده خلاه يتحرك ناحية البطانية ويرفع البطانية علشان يشوف اللحظة اللي قلبت القضية كلها. لقي الدم مغرق المرتبة. ساعتها بص للزوجة وقال لها ايه الحكاية يا آية؟ آية وشها اتغير وكلامها اتلخبط، وأخيرا انهارت واعترفت وقالت كل حاجة. قالت أيوة، أنا اللي قتلت محمد، لكن مش بس وكده، كان معايا كمان شريكة بنت خالتي اللي اسمها صباح. تعال نسمع الحكاية من الأول عشان نعرف إيه اللي وصل آية ومحمد للنقطة دي. محمد شاب طيب، طول عمره مركز في شغله وبس، حتى أصدقائه قليلين، ما يعرفش حاجة عن العلاقات. أهله ضغطوا عليه اتجوز يا محمد، وبالفعل اتجوز آية في مارس 2019. البيت يبان من بره عيلة سعيدة،
لكن الحقيقة كانت مختلفة. آية ما كانتش بتحبه أصلا، كانت مرتبطة بواحد قبليه، ولما الجوازة ما كملتش أهلها غصبوها على محمد. هي في التحقيقات ادعت إن محمد كان عنيف معاها وإنه كان بيجبرها على العلاقة حتى لو هي مش عايزة، بس أهل محمد والجيران كلهم أجمعوا إنه طيب ومسالم وعمره ما تسمع عنه كلمة وحشة. اليوم اللي اتقتل فيه محمد رجع البيت عادي جدا، طلب من مراته حقه الشرعي وهي رفضت. حصلت خناقة كبيرة ما بينه وبينها. في وسط الغضب والعصبية صرخت في وشه وقالت له أنا أصلا ما بحبكش، أنا اتجوزتك غصب عني، أهلي اللي غصبوني عليك. محمد بدل ما يمد إيده زي أي حد ما يعمل في اللحظة دي، لا، ده سابها وراح نام. هي بقى من غيظها والحقد اللي مالي قلبها استنت لغاية ما راح في النوم، راحت المطبخ وجابت سكينة المطبخ وبدأت تعمل جريمتها فيه طعنة واتنين لغاية ما وصلت 11 طعنة من الغل اللي جواها. آية اتصدمت من اللي هي عملته، فاتصلت ببنت خالتها صباح، تعالي بسرعة ده أنا قتلت محمد جوزي. صباح جات مخضوضة وبتجري على آخرها ولقيت الجثة على السرير والدم مال الأوضة. ساعدت آية تسحب الجثة على السلم ونزلوا بيها ورموها جنب العمارة. صباح كملت العملية، خدت سكينة الجريمة والموبايل علشان تخفيهم. آية حاولت تنظف السلم والبيت لكن الدم اللي على السرير ما عرفتش تغطيه، فجابت بطانية وحطته عليه. في الصبح مثلت آية دور الزوجة المنهارة، لابسة جلابية واقفة في قلب الشارع بشعرها وعمالة تعيط وتصوت وتقول يا حبيبي أنا هعيش إزاي من بعدك. لكن الجو ده كله ما دخلش على رجال الشرطة، شافوا إن في كل الموضوع اللي هي بتعمله ده وراه حاجة تانية أعمق من كده. لما واجهوها بالأدلة اعترفت بكل حاجة، وصباح كمان اتقبض عليها. أنكرت في الأول لحد ما الجيران شهدوا إنهم شافوها طالعة من بيت محمد في نص الليل وكانت مرتبكة. في الآخر اعترفت هي كمان ودلت الشرطة على مكان السكينة والموبايل. في المحكمة ما كانش عندهم شك بالجريمة، الجريمة واضحة زي الشمس، فاتحكم بالإعدام على آية عاشور الزوجة والسجن المشدد على صباح إنها ساعدت في الجريمة. جريمة صدمة بكل المقاييس. شخص مسالم زي محمد حياته اتقطعت فجأة بسبب غدر وخيانة. جريمة تثبت إن مش كل اللي بنشوفه بعينينا ممكن يكون حب بين زوجين، ممكن في بيتهم مشاكل كبيرة والناس ما تعرفش بيها. ربنا يرحم محمد ويصبر أهله. وفي نهاية حلقتنا بنقول محمد مش أول ضحية غدر ومش آخر واحد ممكن يدفع حياته تمن الخيانة. يمكن القصة دي تسيب جرح في قلب كل واحد فينا، بس أهم حاجة ناخد منها عبرة إن مش كل وش بريء بيخبي جواه قلب صافي. أنا عارف إنكم تكونوا اتأثرتوا بالقصة زي ما أنا اتأثرت وأنا بقراها، وعلشان كده أحب أقول لكم ما تفوتوش الحلقات اللي جاية، لأن الصندوق الأسود لسه جواه قصص أغرب وأصعب وأقوى من دي. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات علشان نكمل سوا رحلة البحث ورا الحكايات المستخبية. وأشوفكم على خير في حلقة جديدة من الصندوق الأسود. سلام عليكم.